في الظروف الصعبه دي اللي معظم الناس فيها، وفي الاحوال المتخبطه اللي ما يعلم بيها الا ربنا، بيقول لك ان لما تجيلك فرصه اخطف الفرصه من غير تفكير، وخد ديلك في اسنانك واطلع اجري، لان الفرصه ما بتجيش غير مره واحده بس. الفرصه دي حلوه، الفرصه دي وحشه، الفرصه دي حلال، الفرصه دي حرام، ما تفرقش. خد ديلك في اسنانك واطلع، لان الفرصه ما بتجيش غير مره واحده. ست فكيهه، سيده مصريه محترمه عندها حاجه و60 سنه، حست بتعب في عينيها، بتعب جامد يعني في عينيها، كالعاده كعاده كل المصريين، طنشت، خد مسكنات، اغسل عينك بشويه ميه، نام كتير، التعب قعد يزيد يزيد لغايه ما قدرتش خالص تتحمل، وكان لازم ان هي تكشف، لازم تروح ان هي تكشف على عينيها تشوف عينيها مالها. بسبب حالها البسيط، يعني هي من اسره متوسطه، يعني قعدت تجمع يعني في فلوس الكشف وكده، وتجمع برضه شويه فلوس كده على اساس ان ايه، ممكن مثلا الموضوع يحتاج اجراء طبي زياده، تحتاج ادويه، تحتاج كذا. وراحت حجزت في مستشفى مبره الزقازيق. راحت وعشان تكشف، هي من قريه من احدى قرى الزقازيق يعني. راحت كشفت، فالدكاتره كشفوا عليها قالوا لها انت عندك كذا كذا، ولازم محتاجه عمليه كذا كذا في اسرع وقت. طيب وعشان بصي يا حاج، عشان نختصر عليكي وقت، لو قدرتي تعمليها في مستشفى خاصه، لو مش عايزه تنتظر يعني، وانت اصلا حالتك ما ينفعش تنتظر، اعمليها في مستشفى خاصه عشان توفري وقت، عشان ايه؟ الانتظار وكده. فالست يعني هي على قد حالها، فطبعا سمعت الكلام، ويا عيني ايه، عارف انت قله الحيله بقى، وان انت يعني عندك سبب مستعجل مش عايز تاخير، وفي نفس الوقت ظروفك مش سامحه انك تعمله في اللحظه دي، فالموضوع فيه كسره نفس شويه يعني. ركبت الميكروباص اللي هتروح بيه ترجع بيه تاني للقريه بتاعتها، عماله تفكر هعمل ايه هعمل ايه يا رب يا رب، وما تقولش غير كلمه يا رب يعني. وطبعا يعني عماله تفكر، ما وصلتش الحلول يعني، ما هي عارفه اولها فين واخرها فين. سانده كده راسها على الشباك، ولدرجه ان هي لما وصلت حتى القريه بتاعتها، وصلت الموقف بتاع القريه، كانت سرحانه في الطريق، عماله تفكر هعمل ايه. فالسواق حتى فوقها يعني، يا ست احنا وصلنا. جايه تنزل كده، فبتلملم عيني الحال بتاعها، فرجليها خبطت في حاجه كده، فبتبص تحت وهي في العربيه في الميكروباص، لقيت شنطه موجوده، شنطه كده صغيره كده. فتحت الشنطه دي، لما نزلت لقيت فيها 60,000 جنيه. 60,000 جنيه، الرقم ده كان اضعاف اللي هي محتاجاه عشان تعمل العمليه اصلا. طبعا اتخضت جدا، ارتجفت يعني. الشيطان بقى بيدخل في اللحظه دي، يلا ما ده المبلغ اللي احنا محتاجينه، يلا يلا، ما هو ده رزق ربنا، انت مش دعيتي او ربنا استجاب، انت مش كنت بتقولي يا رب، ما هو بعت لك. وبعدين هتعرفي مين صاحبها ده. فضلت واقفه في الموقف مستنيه ان صاحبها يظهر، صاحب الشنطه يظهر، ما ظهرش. قعدت تقول يا جماعه انا لقيت فلوس، لو في حد ضاعت منه فلوس ما حدش ظهر. طب يا ست انت في ولا في؟ لا. فضلت موجوده في الموقف ساعات طويله يعني، من غير ما تقول المبلغ كام. يا جماعه انا لقيت فلوس، حد ضاع منه فلوس يقول لي كام ياخدها. محدش خالص ايه. طبعا هنا فرصه الشيطان اكتر واكتر بقى، يلا يلا، ما هو مستنيه ايه تاني؟ الفلوس مش بتاعت حد، حلال عليكي. خدت الفلوس ورجعت على البيت. راحت ايه، من غير تفكير ومن غير ما تضيع وقت، كلمت جوز بنتها، قالت له انا لقيت كذا 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 كذا، ممكن تكتب لي على النت ان انا لقيت كذا كذا، عشان نوسع دايره البحث يعني. لان هي راحت وقفت في الموقف، وكانت بتقول للناس اللي واقفين في الموقف يعني، فمحدش استجاب. فاذا طيب يمكن يكون الشخص صاحب الفلوس ما كانش موجود في الموقف في لحظتها يعني، او لسه ما اكتشفش ان هي ضاعت منه. جوز بنتها وافقها، وراح كاتب على الفيسبوك في محيط القرى اللي حواليهم، الجروبات بتاعت القرى اللي حواليهم على الفيسبوك، وكتب البوست: يا جماعه في فلوس لقيناها في شنطه شكلها كذا، قول الفلوس كام وخدها. فين وفين، 3 ايام ولا حاجه ظهر صاحب الفلوس، وراح متصل بيهم: ايوه يا جماعه انا صاحب الفلوس، هم شكلهم قد ايه؟ هم ميتينات، هم الرزم شكلها كذا كذا كذا، متوزعين ميتينات، وثمنهم وقيمتهم 60,000 جنيه. جه الراجل عشان يستلم الفلوس، تاكدوا من شخصيته وان هو صاحب الفلوس فعلا. اتضح ان الفلوس دي هي قيمه عمليه هيعملها لابنه، عمليه كبيره في القلب هيعملها لابنه، وان هو خد قرض من البنك واستلف من الناس عشان يجيب ال 60,000 جنيه دول عشان يقدر يعمل العمليه بتاعت ابنه. وان هو كان راكب الميكروباص وكان راجع، ومن اللخمه ولخمه التحاليل وكده مع ابنه، الشنطه عيني وقعت منه. عرض على الست فكيهه ان هو يديها 10% اللي هو حقها القانوني من الفلوس اللي هي 6000 جنيه. بالمناسبه 6000 جنيه دي كانت هي هتحتاج عليهم حاجه بسيطه عشان تعمل العمليه بتاعتها يعني. هو كده قرب لها المسافه قوي، ولا انا مرضي والله. قلت له لا، فلوس ابنك مش هاخد منها مليم، ومش هاخد فلوس حد، انا رجعتها له عشان دي امانه وده الواجب بتاعي. ما رضيتش تماما. فالراجل خد الفلوس وهو حاسس بقدر كبير من الامتنان لست فكيهه، وروح كتب الموقف ده كله بتفاصيله على الفيسبوك. مين يشوف البوست ده؟ واحد من لعيبه منتخب مصر المحترفين بره في الخارج، شاف البوست وقرر ان هو يعالج الست فكيهه على حسابه. يعني تواصل مع الراجل،
حد من طرف اللعيب ده يتواصل مع الراجل وقال له انا عايز عنوان الست دي ورقم تليفونها، احنا متكفلين بعلاجها، الكابتن فلان عايز يتكفل بكل علاج الست فكيهه في موضوع عينيها، وفعلا تكفل الكابتن بعلاج كل المشاكل بتاعت عينين الست فكيهه. وكأن ربنا عايز يقول رساله ويبعت لنا كلنا رساله، ان انت لما تسيب حاجه عشان خاطر ربنا بيعوضك ربنا بالحاجه اللي انت عايزها واكتر واحسن. ليل نهار وبدون ترتيب منك وبدون اراده هيظهر لك مليون باب وراهم حاجه غلط، وانت اللي في ايدك انك انت تفتح الباب ده او تصبر لحد ما يظهر لك الباب اللي وراه الخير. الصح معروف والغلط معروف، السكه اليمين معروفه والسكه الشمال معروفه، ده معروف وده معروف، ده متشاف وده متشاف. الاختيار في الاخر وفي النهايه ليك انت. مين هيقدر يحافظ على تربيته وعلى اخلاقه وعلى امانته وعلى دينه وعلى احترامه لنفسه وعلى احترامه لغيره والحقوق غيره، ومين هيبيع بسهوله وهيتخلى ويستسهل ويستقرب الحرام والغلط واللي ما يصحش. ده معروف وده معروف، مفيش حد صغير، كل الناس عارفه الصح وكل الناس عارفه الغلط. انت مين فيهم؟ عايز تكون مين فيهم؟ عايز تكون من اللي بيستسهلوا فبيختاروا الطريق الغلط او الشمال ويقول لك وايه يعني مش مشكله وانا عندي ظروفي ويطلع لنفسه مبررات، ولا هتصبر وتستنى عوض ربنا اللي كده ولا كده لازم هيجي ما دمت اخترت الطريق الصح؟ الاختيار في النهايه ليك انت، مفيش حد صغير، مفيش حد ما يعرفش الصح من الغلط. شكرا لكم على متابعتكم. احكوا لنا في التعليقات عن موقف اتحطيت فيه كان ممكن تمشي فيه في طريق غلط بس جيت فرملت نفسك وعدلت مسارك ومشيت في طريق صح. احكوا لنا عن عوض ربنا لما صبرتوا، احكوا لنا عن الرد الالهي اللي جبر قلوبكم لما اخترتوا رضا ربنا. شكرا لكم على متابعتكم، مستنيين تعليقاتكم ومستنيين الشير بتاعكم. الشير بتاعكم بيساعدنا ان احنا نوصل لناس اكتر وان احنا نكتر ونكبر اكتر واكتر ونكمل. شكرا لكم.